تعال أعرفك هتدفع ايه وتزور ايه وانت رايح المتحف المصري الكبير. لو رايح مواصلات فعندك باص خط 31 من ميدان رمسيس و106 ميدان التحرير و401 شارع صلاح سالم. أما لو رايح بعربيتك فهتركن في الباركينج الخاص بالمتحف والتذكرة هتكون 50 جنيه. هتدخل وتدفع تذكرتك اللي هي 350 جنيه للمصري وللطالب 200 جنيه. بعد كده هتدخل علشان تشوف بره المسلة المعلقة وتدخل من بوابة المتحف اللي على شكل هرمي وعليها خراطيش لملوك مصر. وطبعا أول واحد هيقابلك هو رمسيس الثاني، وهتلاقي مكتب كمان استعلامات أول ما تدخل تقدر من خلاله إنك انت تعمل سكان لدليل المتحف، وكمان هتلاقي موظف علشان يساعدك في خط سيرك. ادخل بقى على الدرج العظيم اللي بيضم أكتر من 60 قطعة أثرية لأعظم ملوك زي رمسيس وتحتمس وإخناتون وغيره من الملوك الكبار. وعلشان الدرج كبير قوي عملوا لك سلم كهربائي تقدر وانت طالع عليه تعدي على بوابة الزمن وتمر في رحلة عبر الحضارة المصرية القديمة. منه طبعا للقاعة اللي تم افتتاحها وهي قاعة رقم 11 واللي متقسمة ل3 أقسام. أول قسم للمجتمع وبعد كده الملكي وبعد المعتقدات. ومع كل قسم هتلاقي نفسك بتعدي على الآثار المتنظمة من أول العصر الحجري مرورا بعصر الدولة القديمة وبعده الوسطى والحديثة وآخرهم العصر اليوناني الروماني. نسيت أقولك وانت نازل هتلاقي متحف الطفل، وما تنساش كمان تستمتع بالدرينك والأكل اللذيذ اللي في مطاعم المتحف. اعمل شير وسيف للبوست لو عجبك وخلي غيرك يستفيد.